سؤال من مرهقة جدا من ابنها المراهق مش عارفة تعمل ايه. ادمان الالعاب زي بابجي وروبلوكس والنت لما بيفصل بتبقى اكبر مشكلة عند ابني. مش قادر يعيش من غيره، عايز يلعب على طول الالعاب دي. انا تعبت، مش عارفة اطلعه بره دايرة الالعاب دي ازاي، ومش عايز يلعب اي رياضة، بيزهق من اي لعبة غير الالعاب دي. تعالي نتفق على حاجة عايزة حضرتك تفكري فيها. هل ابن حضرتك ممكن يكون وصل لمرحلة ادمان الالعاب دي ولا لا؟ لان الالعاب دلوقتي بقت مصنفة من ضمن الحاجات اللي فيها ادمان، زي مثلا المواد المخدرة، بعد الشر على اولادنا جميعا. منظمة الصحة العالمية كل فترة بتنزل حاجة اسمها ICD International Classification of Diseases، التصنيف العالمي للأمراض. في جزء منها اسمه اضطرابات ناجمة عن تعاطي مواد الإدمان أو سلوكيات الإدمان. تحت السكشن ده في حاجة اسمها اضطراب اللعب Gaming Disorder أو اضطراب الألعاب. الناس اللي بتحب الجيمز وقاعدة عليها 24 ساعة وارد أن يكون عندهم إدمان الجيمنج ده. أول حاجة يكون عنده ضعف التحكم في اللعبة، يعني مش بيلعب وقت ما هو عايز ويسيب اللعبة وقت ما هو عايز، لأ، اللعبة كأنها مسيطرة عليه، ما بيقدرش يسيبها. تاني حاجة إعطاء أولوية متزايدة للعبة لدرجة انها بقت تيجي على اولويات الحياه. ما يقومش ياكل عشان بيلعب، ما يقومش يدخل التواليت عشان بيلعب، وطبعا مش بيذاكر ومش بينام كويس عشان بيلعب. تالت حاجه، حتى لما بيخسر بيفضل عنده رغبه متزايده في اللعب. يعني الموضوع مش موضوع ان هو بيكسب فبيتحفز فبيبقى عايز يوصل لليفلز اعلى، لا، حتى لما بيخسر بيفضل عايز يلعب طول الوقت. وحاجة كمان ان كتر اللعب ال 24 ساعة ده بيبقى مؤثر بقى على مهاراته الشخصية وعلى حتى علاقاته الأسرية أو الاجتماعية، ما بيبقاش عايز يعمل أي حاجة غير اللعب. منظمة الصحة العالمية بتقول لو الأعراض دي موجودة بكثافة لمدة حوالي 12 شهر، معنى كده ان في مخاطرة ان ابن حضرتك ممكن يكون مدمن ألعاب. طب ده بيأثر على ايه؟ ممكن تلاقي وزنه زايد قوي أو ناقص قوي، لأنه يا إما بياكل كتير يا إما ما بياكلش خالص. عنده اضطرابات في النوم، عنده مشاكل سلوكية زي العصبية الزايدة أو التصرفات المندفعة المتهورة، عنده مشاكل في الظهر والرقبة والعين لأنه قاعد 24 ساعة بيلعب، في توتر عام في حياته. لو ابني وصل للمرحلة دي يبقى لازم في أسرع وقت ألجأ لمتخصص، وهو هيمشي معاه في طرق العلاج، سواء بقى علاج معرفي سلوكي أو أي طريقة تانية حضرتك تتفقي مع المعالج عليها. لكن لو ابني مش واصل للمرحلة دي من الإدمان لكن بيلعب كتير قوي، في موقع اسمه WebMD بيقول لنا على نصايح نعملها علشان نحاول نخفف عدد الساعات اللي ولادنا بيلعبوا فيها الألعاب الإلكترونية. أول حاجة تتفقوا على وقت وتلتزموا بيه، مفيش حاجة اسمها البلاي ستيشن ولا الموبايل ولا الكمبيوتر متساب 24 ساعة للعب. وطبعا هنا هو هيقاوح شوية في الاتفاق على الوقت ده، لانه في وقت عايز يقعد يلعب مع اصحابه وفي وقت تاني ما عندوش حاجة تانية فلازم يلعب، فمعلش توقعي هنا شوية مقاومة ومعلش استحمليها شوية. تاني حاجة، اتفقي ان مفيش لعب في اوضة النوم، اللعب مثلا يبقى على السفرة او في الليفنج او مكان قدامنا كلنا. تالت حاجة، لو سمحتي ارجوكي حاولي تملي وقته بانشطة تانية. انا عارفة ان حضرتك بتقولي هو رافض يلعب اي رياضة، بس معلش استحملي، حاولي تشجعيه وحاولي تديله مكافآت علشان يبدأ يحب الألعاب التانية فيقل شوية وقت الموبايل والجيمنج. ورابع حاجة، خلي أوقات ما فيهاش شاشات، يعني وقت الأكل ما يبقاش قاعد ماسك الموبايل، ما ينفعش ياخد الموبايل ويدخل التواليت، ما ينفعش زي ما اتفقنا يفضل قاعد على الموبايل في أوضته. في أوقات وفي أماكن الموبايل واللعب مش موجود فيها. وآخر حاجة، موقع سايكولوجي توداي بيشجعنا إننا نخلي الولاد هم اللي يدفعوا باكجز الإنترنت من مصروفهم، لأن في الآخر مصروفهم محدود، مش كل ما الباقة تخلص أنا أجددها له، وساعتها لو هو خلصها بدري هو بقى اللي يستحمل لحد ما يكبروا ويشتغلوا ويبقى معاهم مرتب، هتبقى عندهم حكمة أكتر في استخدام الموبايل والإنترنت والجيمنج. وربنا يحمي كل ولادنا يا رب. سلام عليكم.